ملك مالك مالك لبختك وميلت حالك يا ما حذرتك انا منه قلتي لي كذاب بعد ما خد غرضه منك رماكي برا الباب تستغلي اللي بيجرالي مالك 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 تبكي بالدموع والقلب موجوع بتبكي بالدموع والقلب موجوع يا ما حذرتك يا ما قلتلك كوني حريصة خد مزاج الود منك وبكيت الفريسة يا ما حذرتك وقلتلك كوني حريصة خد مزاج الود منك وبكيتي فريسة والصعاب زللها لك مالك 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 يا إيه قلتي لي كذاب تبكي بالدموع والقلب موجوع بتبكي بالدموع والقلب موجوع يا ما حذرتك وقلتلك كوني حريصة خد مزاج الود منك وبكيت الفريسة يا ما حذرتك يا بنت منه وكوني حريصة خد مزاج الود منك بقيت الفريسة والصعاب زللها لك يا مالك عشان ما نبقاش غلطنا في حد هي خدها بالحلال وخد غرضه ومراده وكل اللي عايزه وبعدين رماها عشان ما كانش بيحبها خدها لأشباع لحاجات يشبع رغبته فيها ما فرطتش في الشرف. احنا الموضوع شوف ماشي بيقول يا كان بيننا حب وكان بين كل حاجه هي اتجوز يا عم الله خانتك بتقول ايه يا ما حذرتك يا بنت منه قلتي لي كذاب بعد ما خد غرضه منك رماكي ايه غرضه سلبها ايه في الغرض ماشي يبقى طب ماشي اخذ مزاجه منك ورماكي برا الباب بالحلال بالحرام خد مزاجه امال هو خد ايه يا اخي خد منها الجمعيه المعنى ايه المعنى مثلا ناجي نقول ايه قلت لك اوعد امنيله ابليس يبقى زميله عشت معاه سنين طويله سقاكي كاسات المره دب الورود قطف الرمان ورماكي من برا وهدوم قطعها لك يا باي يا اللي بتقول له كده بعد ما خدها بالحلال وسابها بقيت ايه بقيت عزبة بقيت عزبة قلت اوعى تأمنيله الشيطان يبقى زميله العيشة بقيت خم ليه عشان هي كانت مش بتحبه من الأول وعشمها بحاجات كثيرة هو عشان هو معاه فلوس ومعاه ماديات ومعاه مال عشمها بحاجات كثيرة انه حيعيشها لها فما لقيتش الحب منه فبعدين خلص عليها في الكلام ده كله اللي بقول عليه هو ده الفاينل بتاع الموضوع قلت اوعى تأمنيني ابليس يبقى زميل
قلت اوعى تأمنيله ابليس يبقى زميله. عشت معاه سنين طويلة سقاك كاسات المرة، دب الورد انقطف رمان ورماه